السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا عملت معاكم الكفته. او عملنا الكفته من الالف للياء، يعني عملناها مع بعض في البيت. لحم مفرومه ودقيق الرز وصبعتها معاكم طبعا، وصورتها معاكم وانا مصبعاها، بس ما وريتها لكوش بقى بعد ما طبختها. دي انا طبخاها اهوت زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفين الرز تحفه جدا طبعا. عايزه اقول لكم الرز ده كمان انا برضو بفرزه كده في التلاجة، زيه زي اي حاجه بفرزها في التلاجة. يعني بحمر الرز بالشعريه كده وبعينه في علبه محكمه الغلق كده وبحطها في التلاجة، بتقعد معايا بالشهور في التلاجة، ما بيجربش اي حاجه. والكفته بتاعتنا بسم الله ما شاء الله شايفين، ولا فكت معانا ولا نفشت ولا اي حاجه. والصباع صغنوني كده زي ما انا بحبه. شايفين بتقطم ازاي، مع ان انا عاملاها بلحمه عجالي عادي خالص. لحمه كمان صغيره مش كبيره، مش لحمه جملي ولا لحمه كبيره ولا عجوزه يعني ولا اي حاجه ابدا. دي لحمه صغيره، لكن عشان عملنا فيها التركيه اللي هي يعني طحنا معاها كده او عجلنا معاها شويه من المكرونه كده او شويه من الشعريه، خلت معانا بسم الله ما شاء الله صباع الكفته كده بيمط او بيشد معانا كده كانها لحمه جملي. تعالى نشوف بقى واحنا بنحمرها مع بعض كده، ونشوف هنعمل الوصفه دي مع بعض ازاي. وطريقتي في طبيخ الكفته، انا ما بحبها مش بحبها ببصل. هوريكم دلوقتي انا بعملها ازاي، وجربوا والله العظيم الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى نشوف، هنسمي كده ونسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين طبعا الكفته انا كنت عاملاها معاكم ومصبعاها معاكم ومصورينها ونزلنا فيديو بيها. حبيت بقى ان انا اعملها كده او اطبخها كده معاكم، علشان تشوفوا وتاكدوا انها ولا فكت معانا ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده انا بحمر الكفته قدامكم اهي. هنا الناحيه التانية اهوت الطاسه على النار او حله على النار، نزلت فيها بمعلقه كبيره كده من السمنه، نزلت فيها بنص معلقه من الثوم. طبعا انا بعمل الكفته بتاعتي بتوم، مش بعملها ببصل ابدا. بعد البصل التوم كده ما بياخد لون بنزل على طول عليه بمعلقه من الصلصه زي ما انتم شايفين كده، بس الاول. ومعلقه الصلصه دي علشان خاطر يعني اطلع منها ماده الحفظ اللي فيها، طبعا لازم تتشوح كده في معلقه السمنه الاول او في الماده الدهنيه الاول قبل ما انزل الطماطم. الطماطم دي كنت انا مفرغاها عندي في التلاجة او في الفريزر. نزلتها زي ما انتم شايفين كده، هي هتفك مع نفسها خالص مع السخونية، هي تفك. وهنا الكفتة بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده، شايفين الكفتة ما شاء الله يعني. بصوا، ولا يعني ولا فتحت معانا يعني ولا شققت كده ولا اي حاجة خالص، ولا فكت معانا لله الحمد يعني. عشان احنا عاملين الكفتة دي بطريقة صح جدا جدا، وعاملينها بمقادير مظبوطة جدا جدا كمان. انا عايزة اقول لكم انا كنت عاملة على الربع كيلو لحمة، على نص كيلو لحمة نص كيلو من الرز او نص كيلو من دي الرز. انا شارية دي الرز دون، شاريه كده جاهز من عند العطار يعني. انت ممكن كمان تعملي الرز تطحنيه في البيت عادي، بس انا يعني صراحه من طالما الدقيق موجود، دي الرز موجود، اللي يخليني انا اغسله واركنه واستنى ما شوفوا بعد كده اطحنه. لكن لو ما فيش مش متواجد عندكم اماكن ان انتوا تشتري منها دقيق الرز، فخلاص اطحنوه عندكم في البيت، ما فيهاش اي مشكله خالص يعني. زي ما انتوا شايفين كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت. طبعا احنا ضفنا عليها ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشويه من البهارات كده، وزي ما انتوا شايفين كده خلاص بقى اتسبكت معانا خالص. قصرت معانا زي ما انتوا شايفين كده، نزلت عليها بشويه من الميه. واول ما غليت معانا على طول كده نزلت على طول بالكفته بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم الكفته هتفضل على النار تغلي فتره، وهتاخد لها فتره وهي بتغلي على النار. طبعا مش هتفك برضو ولا اي حاجه خالص في الصلصه، برضو زي ما قلت لكم علشان خاطر شويه المكرونه اللي احنا ضايفينهم. هنا بوريكم الرز اهوت اللي انا شايلاه من الفريزر، اللي انا مفرزاه في الثلاجه قصدي. زي ما انتم شايفين كده جميل جدا والله يا جماعه. انا بحمر الشعريه وبنزل اغسل الرز وبنزل على الرز على الشعريه كده، وبفضل اشوحهم على النار مع بعض كده مع شويه من الملح. ولما يتشوحوا معانا كويس جدا جدا وينشفوا من اي ميه موجوده فيها، بعد كده بروح جايه اطفي على النار واسيبه بقى. انا بعمل على الكيلو رز، يعني كل ما اجي اعمل شويه رز ماشي، مثلا لو اعمل مثلا نص كيلو رز او ربع كيلو رز زي ما هعمل، بعمل بكميه زياده، او بعمل الكيلو كله وبركنه زي ما انتم شايفين كده، او بعمل 2 كيلو على حسب بقى يعني. بس بسيبه لحد ما بيبرد خالص كده واتاكد ان هو بارد تماما كده، بفضيهم في علبه بغطا وعينهم في التلاجة. اهم حاجه ما يطولهمش اي ميه نهائي، علشان خاطر بس يعني ما يخسروش معانا، وهيقعد معاكي شهر واتنين في التلاجة. انا بص عايزه اقول لكم انا بعمل الموضوع بتاع الرز دون الخطوه دي بقالي سنين وسنين، يعني مش لسه بعمله جديد دلوقتي، والله بقاله سنين انا بعمل الرز كده. طبعا كنت بنزل شغلي وباجي مستعجله على الاكل عشان ولادي يبقوا المدرسه، فكنت دي كانت اصلا طريقه ان انا اعمل بيها الرز.
علشان خاطر اجي، لاني ببقى مفرزه طبعا الخضار والطماطم وكل، فكل حاجه بتبقى جاهزه. فدي كانت اسلم طريقه كمان للرز، ان انا اشغل كده، انزل عليه كده بشويه الميه السخنين وخلاص، شكرا على كده. يعني اما اجي اعوز اخد شويه رز على القد، اسخنهم في الحله كده شويه، او افضل اقلبهم في الحله شويه، وبعد كده انزل بالميه سخنه 10 دقايق بالظبط، وتكون بقت معانا تحفه جدا جدا. كمان المكرونه برضو انا كنت بحمر المكرونه المرمريه الصغنونه دي، كنت بحمرها واشيلها برضو من الماده الدهنيه بتاعتها الزياده، يعني لو في ماده دهنيه زياده. وبرضو كنت بعينها كده في علب في التلاجة او برطمانات، وبسيبها بره التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجه، كانت بتقعد بالشهور برضو في البرطمانات. طالما مقفوله كويس جدا ومقفول عليها ومحكم عليها الغطا يعني. عادي خالص. لو انا احطيها في التلاجة. عايزه اقول لكم الرز بسم الله ما شاء الله، بصوا بيطلع مفلفل، ولا في اي حاجه، ولا بيعجن ولا اي حاجه خالص. هو زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. هنا بقى انا كل من الوقت للتاني كده انا ببص على الكفته بتاعتنا، بشوفها استوت ولا لسه. ولما بلاقيها لسه ما استوتش بسيبها لحد كده ما الاقي الصباع كده خلاص بقى ايه، يعني استوى كده معانا. لكن هو ما شاء الله مهما تغلي بيها تفضل تلاقي صباع الكفته كده بيقطم معاكي. ودي بتبقى حاجه حلوه جدا جدا للناس اللي بتحب اللحمه الجملي ومش متوفر عندها ان هي تلاقي لحمه جملي. هتعملها بالطريقه بتاعتي ديت، هتعجبكم جدا والله، وجربوها. بص انا بقى الرز زي ما وريتكم كده، نزلت بالميه السخنه وغطيه بص ثواني وتلاقيه الشرب ثواني، ما باخدش اي حاجه، بالظبط بالظبط هم 10 دقايق على النار وبتدفي عليه، بيكون الرز مفلفل معانا وجميل. وبرده في اخر الفيديو اوريكم تاني، اوريكم الكفته كده، شايفين الرز تحفه جدا، شايفين لونه ولا معجن ولا اي حاجه، ومفلفل. والكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله. بصوا شايفين انا بحب الصلصه بتاعتها كده، ما بحبهاش ببصل ابدا بصراحه. بص الرز مفلفل معانا ولا معجن ولا اي حاجه خالص، ولونه تحفه جدا. والشعريه بتاعتنا بصوا زي ما انتم شايفين كده ذهبي وجميله. وصباع الكفته بتاعنا كده هنقطعه معانا كده، واوريلكم ان هو بيقطم معانا قطم كانها لحمه جملي، مش كانها مش معموله بلحمه عجالي صغيره ابدا، والله كانك عاملاها بلحمه جملي. طعم وقوام كمان. بصوا اقطع الصباع معاكم، بصوا بتقطع ازاي، بصوا شايفين بيقطم، بصوا من جوه شايفين تحفه. جربوا الكفته دي بطريقتي كده، وجربوا انكم تطبخوها كمان بنفس الطريقه دي. وعايزاكم تجربوا خطوه الرز دي كمان، لو كان عندكم عزام او اي حاجه هتسهل لكم الدنيا جدا جدا والله العظيم، وهتبقى معاكم كده. يعني الاكل يطلع يعني مش هياخد معاكم وقت طويل جدا في المطبخ ولا اي حاجه خالص. شايفين شكل الرز، شايفين شكل التحفه، حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم.